تسمعش معايا الملخص دوت لو عايز تضمن درجتين في امتحان اخر السنه. بالمناسبه ملخص الجلفانو وبقيه الاجهزه موجود في مذكره المراجعه النهائيه، تقدر تطلبها من على رسائل الصف. يلا بينا نبدا في تلخيص اول جهاز اللي هو الجلفانو. تعال نعرف في الاول يعني ايه جلفانو او ايه تركيب الجلفانو. الجلفانو بيتكون من مؤشر بيكون الصفر بتاعه في المنتصف، وظيفته ايه؟ يمين وشمال، يحدد لي اتجاه التيار، اما يتحرك في اليمين يبقى اتجاه التيار يمين، يا اما يتحرك في اليسار ويكون اتجاه التيار في اليسار. وطبعا الخامه بتاعه المؤشر بتكون من الالومنيوم، لان الالومنيوم وزنه خفيف فبالتالي ما بيأثرش على قيمه عزم الازدواج. تاني حاجه في حوامل من العقيق بتكون اسفل الجلفانو عشان تقلل من احتكاك الجلفان. تاني حاجه بيكون في حاجه اسمها ملفين الزنبركيين او اللي او طرفات توصيل، كلهم ليهم نفس الاسم، بيكونوا مصنوعين من سبيكه اسمها البرونز الفسفوري. وظيفته ايه ده بقى؟ اول حاجه يوصل التيار، ما هم طرفين توصيل اكيد بيوصلوا تيار. تاني حاجه يولدوا عزم اسمه عزم اللي. وظيفته ايه عزم اللي دوت؟ عزم اللي اول ما ينقطع التيار، يعني ما فيش تيار مر في الجلفانو، يعمل على اعاده مؤشر الجلفانو الى موضعه، فما تحتاجش ان انت تعاير الجلفانو كل مره تقيس بيه، هو بيرجع لوحده. تاني حاجه الحاجتين المهمين جدا بقى، مغناطيس مقعر بيكون اطرافه مقعره حتى يجعل خطوط الفيل دائما على هيئه انصاف قطار، فبالتالي بيخلي البي ثابت اثناء الحركه، والتاو دايما بتبقى قيمه عظمى في الحاله دي. تاني حاجه ملف من سلك رفيع. اشمعنى سلك رفيع؟ عشان اقدر الفه حوالين مستطيل اللي هو الملف بتاعي، ويبقى قابل الحاله دي للدوران. وطبعا نبقى عارفين ان تدريج الجلفانو تدريج منتظم، لان السيتا في حاله الجلفانو بتتناسب طرديا مع الاي، السيتا تتناسب طرديا مع الاي. نخش بقى على الفكره العلميه لعمل الجلفانو. بيشتغل الجلفانو على عزم الازدواج او التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي، ده الاساس العلمي بتاعه. يعتبر الوحده البنائيه لكل الاجهزه، الاميتر، الفولتميتر، الاوميتر. اللي بعده بيستخدم في ايه الجلفانو؟ يقيس تيارات مستمره ضعيفه ويحدد اتجاهها. طب تعالى نفرض اربع احتمالات. لو مر عليه تيار متردد قوي، هتلاقي ان مؤشر الجلفانو واقف مكانه، لا بيتحرك يمين ولا شمال. سببه ايه الموضوع دوت؟ سببه القصور الذاتي، لا بيتحرك يمين ولا شمال، لان الراجل بيقيس مستمر ضعيف. طب لو مر عليه متردد ضعيف هو بيقيس الضعيف لكن مش المتردد المستمر، فالمتردد هيخليه يتذبذب يمينا ويسارا، يروح يمين مره مع نص الدوره الاولى وشمال مره مع نص الدوره الثانيه. لو مر عليه مستمر قوي، حاجه هتبقى قويه جدا عليه، هو بيقيس مستمر ضعيف. لو قوي هيخلي الملف ينصهر وتلف ركائز الجلفانو، ان في الحاله دي الطاقه اللي طالعه او الطاقه الحراريه هتكون بتتناسب طرديا مع اي تربيع او مربع التيار. اخر حاجه هو فعلا بيقيس التيار المستمر الضعيف، دي وظيفه الجلفانو. وبكده نكون خلصنا كل النظري بتاع الجلفانو. ولو عايز تسمع معايا افكار المسائل وشرح العمل بتاع الجهاز، ما تسمعش معايا الفيديوهات الجايه. ويلا سلام.